محتارة تعملي إيه مع ولادِك؟ طب يا ترى أنا ولادي 3 سنين أبدأ معاهم إزاي؟ أبدأ معاهم الحروف مترتبة والّا الحروف ملخبطة؟ إن شاء الله بإذن الله كل ده هتعرفيه وأكتر كمان الفيديو بتاعتي العربي أسهل مع زينب الجنة. طيب ولادي عارفين الحروف، بييجوا يقرأوا الكلمات بيعملوا إيه؟ و، ع، د، دعوة، عَوَدَ، عَدَمَ، بعد. إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل؟ تلاقي طفلك بيتهجى الكلمة بالمضبوط ما شاء الله، بس بييجي يجمعها بيطلعها كلمة تانية خالص، أنتِ مش عارفة الكلمة دي جات منين، أوقات يجيب حروف غلط، أوقات يجيب حروف مش موجودة أصلًا، أوقات تبُص تلاقيه لخبط الحروف مكان بعضها أو عكس الحروف مكان بعضيها. طب إيه ده؟ تابعيني إن شاء الله بإذن الله هنحل كل المشاكل دي وأكتر منها كمان، وهاخلّيه عارف كل أنواع التشكيل، يعرف يقرأ بيهم بتمكن إن شاء الله بإذن الله. طيب أنا عندي مشكلة تاني، أنا ابني بيعرف يقرأ في الكتاب perfect، بيمسك الكتاب بيقرأه بالتشكيل ما شاء الله، بس لمّا بييجي يمسك المصحف مش بيبقى عارف يقرأ كويس، بيقرأ بس مش أحسن حاجة. المشكلة فين؟ المشكلة هو مش عارف الأحكام، إزاي ينطق الكلمات صح، علشان نعرف نقرأ القرآن صح لازم نكون عارفين أحكام تجويد القرآن الكريم. طيب ده صعب أوي، هيبقى صعب يتعلمه، إن شاء الله بإذن الله في القناة هنا مع بعضينا هاعلمكم إزاي يعرف كل طفل يعرف أحكام تجويد القرآن الكريم بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير أي تعقيد، وباللغة وبالطريقة اللي تدخل في مخ ولادنا الصغيرين. أوقات كتير ولادنا بيتلخبطوا إن شكل السكون في الكتابة العادية أو في الكتاب غير في شكل المصحف، في علامات بنلاقيها زي علامة الوصل وعلامة الوقف وعلامات تاني زيها كتير أوي في المصحف، ولادنا مش بيبقوا عارفين إمتى نقف وإمتى نوصل. إن شاء الله بإذن الله هنا تابعوني يوم بيوم، كل يوم هننزل فيديو جديد، وكل فيديو هيبقى ليه سلسلة معينة، هنبدأ بالحروف وهنشتغل مع الكلمات والأخطاء اللي بتحصل مع أولادنا والتشكيل في الفتح والكسر والضم وأحكام تجويد القرآن الكريم، كل ده وأكتر إن شاء الله بإذن الله، بس تابعوني.